السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وصفه اليوم اللي جناك تحت طلب بعض الاخوات اللي كنشكركم بزاف من خلال هذا الفيديو على الثقه اللي كتعملوا في الوصفات ديالي. غادي نقدمهم معكم بطريقه اللي هي جد مبسطه سهله، اي مبتدئه فيكم غادي ينجحوا معها. كتحصلوا على واحد الشناك اللي كيجي افضل بكثير من ديال المحلات، بواحد المذاق اللي هو لذيذ بزاف، طريقه مبسطه، الشرح اللي هو بالتفصيل، المقادير اللي هما جد مضبوطين. وكيف ما كتلاحظوا كتجي واحد الطبقه اللي هي خفيفه مقرمشه، ومن الداخل راه كيكونوا رطيبين. ما نطولش عليكم باش نتعرفوا على المكونات مع طريقه التحضير. لتحضير العجين غادي نذكرهم معكم مقادير اللي هما مضبوطين بالجرام، وفي الفيديو غادي نطرقوا بالمقادير بالكاس بالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم الميزان. غادي نحتاج 400 غرام ديال الدقيق، 75 ملل من الزيت، معلقه صغيره من الملح، 10 غرام من الخميره الفوريه، 30 غرام من السكر، و225 ملل من الحليب. بالنسبه لطريقه التحضير اللي هي جد سهله، ممكن انكم تعجنوا العجين في العجانه او تستعملوا اليد، ما كيكون حتى شي فرق. غادي نحتاجوا كاس ونصف من الحليب يكون دافئ، وغادي نعبر معكم المكونات بالكاس ديال العنبه. وغادي نحتاجوا كذلك ربع كاس من السكر مع معلقه كبيره من الخميره الفوريه. الا كان عندكم الجو بارد وكانت عندكم ديك المعلقه اللي هي متوسطه، غادي تستعملوا معلقه ونصف. وبطبيعه الحال الا كان الجو ساخن غادي تكتفيو غير بمعلقه واحده. غادي نضيف عليه نص كاس من الزيت، وغادي نخلطوا هاد المكونات مزيان، وغادي نغطيو عليه، وغادي نخلي الخليط ديالي يرتاح. الا كان الجو بارد 15 دقيقه تقريبا، اما الا كان الجو ساخن غير 5 دقائق راه كتكون كافيه. هنا من بعد ما ارتاح لي العجين، بحال كيدير لنا واحد شويه تاع الفقاعات من الفوق، والخليط كيكون شويه بحال ثقال. غادي نضيف عليه واحد المعلقه صغيره من الملح، ودائما الملح كيبقى حسب الذوق. نخلطو مزيان، وغادي نضيفو الدقيق. بالنسبه لكميه الدقيق اللي استعملت هنا 4 الكيسان ديال العنبه. بطبيعه الحال الدقيق ما غاديش نستعملو دفعه واحده، غادي نبقى نضيف بشويه بشويه. كيف ما لاحظتوا انا غادي نستعمل غير سباتولا، يعني هاد العجين ما كيحتاجش انه يدلك نهائيا. الا استعملتوا عجانه ديروا نفس الطريقه، مره مره تبقاو تضيفوا في الدقيق. فاش كنحس بان الخليط ديالي بدا كيتقال، غادي ديك الساعه نستعمل اليد باش نتحكم في القوام ديال الخليط. بالنسبه لهاد الكميه يعني 400 غرام جاتني نيشان، يعني ما ضفتش. الا حسيتوا بان الخليط ديالكم باقي شويه جاري غادي تزيدوا واحد 2 معالق، يعني كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. انا هنا درت هاد الكميه يعني جاتني هي هذيك. بالنسبه للعجينه ما كنحتاجوش اننا ندلكوه بزاف، انا غير كنجمعوه وغادي ندلكوه واحد تقريبا واحد 3 ثواني، ما كاملاش، ما يعني ما كاملاش، غير باش الوجه ديالو يتقاد وصافي. غادي نحطوه في البول، وغادي نغطي عليه، وغادي نخليه حتى كيخمر وكيتضاعف الحجم ديالو. بالنسبه للزبده غادي نحتاجو 200 غرام ديال الزبده، وضروري ان تكون الزبده ديالكم بدرجه حراره المطبخ باش ما تعذبكمش، وباش تجيكم ساهله فاش تبغوا تبسطوها. الا استعملتوا الزبده اللي كتكون خاصه بالاكل ضروري انها تكون في الثلاجه، ولكن الا استعملتوا غير المارغرين ضروري انكم تخرجوها بليله من قبل من الثلاجه وتستعملوها. هذه شي حاجه اللي هي ضروريه. كيف ما لاحظتوا من بعد ما بسطتها غادي نخليها على جنب. واول حاجه منين تبغوا تحضروا لي شنيك ديالكم ضروري انكم تحضروا لا كريم باتيسير. هذه اللي هي شي حاجه اللي هي مهمه، حضروها من قبل حتى تتبرد مزيان، عاد ممكن انكم تستعملوها. انا هنا كنت حضرتها هي الاولى، عاد عجنت العجين. بالنسبه للكميه اللي درت هنايا، درت كاس ديال الحليب، الكاس اللي كيكون كبير، ضفت عليه معلقه كبيره من بودره الكريم باتيسير، ومعلقه ونص من السكر. انا هنايا راه استعملت الكريم باتيسري اللي كتكون بنكهه ديال الحامض، علاش بان لكم صفر، وضفت عليه واحد المعلقه صغيره من الفاني، كيكون واحد المزيج اللي هو لذيذ بزاف. وبطبيعه الحال الا ما كانش متوفر عندكم غتستعملوا كريم باتيسري عادي، تغطيو عليه وتخليوه حتى يبرد مزيان. هنا كيف ما كتلاحظوا راه ضاعف الحجم ديال العجين، وضروري ان نرشوا سطح العمل بشويه دقيق. وكيف ما كتلاحظوا العجين ديالي راه ما كتكونش قاصحه، ضروري انها تكون رطيبه بهكا وما كتكونش كتلصق في اليد. انا كيف ما كتشوفوا راني كنسرحها هكا على شكل مربع، المهم نسرحوها مستطيل مربع رقه ديال الغرض، ونجيبوا ديك الزبده ديالنا اللي كنا بسطناها من قبل ونحطوها هكا في الوسط، ونحطوا فوق منها العجين. المهم الفيديو راه كيشرح نفسه بنفسه.
غير هو العجين ضروري انها تكون رطبه، ما تكونش قاصحه باش تعطيكم نتيجه اللي هي زوينه. بالنسبه لهاد العجين غادي نبسطها مباشره، يعني ما كتحتاج انني ندخلها للثلاجه، وضروري اننا نرشوا سطح العمل بشويه ديال الدقيق. هنا في الاول غادي نسرحها التور الاولاني، وكنأكد ان الزبده ديالكم تكون بدرجه حراره المطبخ باش ما تعذبكمش. انا هنا راه صراحه حتى الاخر عاد تفكرت وخرجتها تقريبا بواحد ربع ساعه، غير بقيت كنضربها حتى بدات تبسط. هنا كيف ما لاحظتوا درت التور الاولاني وغادي ندير التور الثاني. ومن الافضل انكم فاش تكونوا كتسرحوا العجين سرحوها مزيان حتى تولي رقيقه. هذا هو التور الثاني. غادي نرش شويه سطح العمل وغادي نسرحها عاوتاني التور الثالث اللي كيكون رقيق بزاف. ممكن انكم تستعملوا حتى 4 ليتور كتكون النتيجه اللي هي زوينه. انا هنا غادي نكتفي غير بثلاثه لان الزبده ديالي راه تبسطات مزيان. غادي نغطي عليها وغادي نخليها واحد 10 دقائق ترتاح باش نزيد نكمل ليها الخدمه. دابا غادي نسرحها على حسب الشكل نتوما اللي بغيتو. الا بغيتو الشنك ديالكم اللي كيكونوا دوك ميني شنك غادي ديروا العجين على شكل مستطيل. انا هنايا بغيتهم شويه يكون الحجم ديالهم كبير، يعني كيف ما لاحظتوا راه ما درتوش مستطيل اللي هو كبير. والعجين ديالكم ما ترققوهش بزاف، ضروري انكم تخلوا فيه شويه باش هكا يعطيكم داك الطرق. هنا كيف ما تلاحظوا ضروري ان الكريم باتيسير ديالكم تكون بارده وتكون ثقيله، ما تكونش خفيفه بزاف. وكيف ما قلت لكم الا كانت عندكم الكريم باتيسيري المذاق الحامض وضفتوا عليها الفاني راه كتجي لذيذه بزاف، صدقوني كتجي افضل بكثير من ديك العاديه اللي كنضيفوا لها الفاني. غادي نضيفوا شويه ديال العنب المجفف وبيبيت شوكولا اللي كتكون شي حاجه اللي كتزيد كتعطي مذاق اللي هو زوين، خاصه الا كانت البيبيت شوكولا كيكون فيها نسبه الكاكاو مرتفعه راه كتجي لذيذه بصراحه في لي شناك. بالنسبه لهاد الخر ديال العجين كيف ما كتلاحظوا كنحاول هكا نجرب باليد، ما كنوصلش ليه الكريمه لان هذاك هو اللي غادي يلحم ليا الرولي. فاش انا غادي نبغي فاش غادي نسالي، يعني فاش غادي الرولي غادي هو اللي يلحموا ليا. وغادي نبقاو يعني الطريقه اللي هي عاديه حنا غادي نكلويو. صدقوني هاد لي شناك والله العظيم اللي كيجيو افضل بكثير من ديال المخابز، وكيجيو خفافين بواحد الطبقه اللي هي مقرمشه. صراحه كنتمنى انكم تجربوه. هنا من بعد كيف ما لاحظتوا معايا غادي ناخذ غير هكا الخيط. هاد الطريقه اللي هي كلشي راه تبارك الله اليوتيوب عامر بلي شناك، ولكن تحت طلب بعض الاخوات بغيت نقدم لهم بطريقتي انايا. بالنسبه للبنات المبتدئات اللي ما بغاوش يستعملوا الخيط ممكن انكم تاخذوا هذا الرولو تغطوه هكا بلاستيك غذائي وتدخلوه للمجمد وتستعملوا السكين، يعني السكين اللي كيكون حاد. من بعد بطبيعه الحال ما بردات لكم العجين راه تتجي في التقطاع كيجي افضل بكثير. وضروري فاش حنا نحطوه فوق الطاوه ضروري ان نبعدوا ما بيناتهم لانهم غادي يزيد مازال يضاعف الحجم ديالهم. اما الا قربتوهم راه غادي يلصقوا لكم، لهذا بعدوا قدر الامكان. غادي نغطيوهم ولا نحطوهم في مكان دافئ حتى كيضاعف الحجم ديالهم وكيخمروا لنا مزيان. وغادي ناخذوا اصفر بيضه مع كميه اللي هي لا باس بها من الحليب، كيكون داك الحليب غالب على البيض. غادي نحاولوا ندهنوا غير بشويه بلا ما كننزلوا في القوام ديال العجين، ضروري غير بشويه شدوا معاهم الخاطر بالنسبه للبنات المبتدئين هكا باش ما كتنزلوش داك الهواء اللي كيكون في العجين ديالكم. بالنسبه لطريقه الفرن غادي نشعلوه على 200 درجه اللي كيكون سخون مزيان من الاسفل والاعلى. فاش كندخلوا له لي شناك ديالنا غادي كنقصوا النار على 180 درجه من الاسفل، ومن الاعلى كنخلوها هذيك تقريبا ما بين 150 160 تطيب لينا من الفوق. بالنسبه للفرن ديال الغاز ضروري انه يكون فران نفس الشيء يكون سخون مزيان. الا كان الفران عندكم بارد كونوا على يقين هذيك الزبده اللي كاينه في العجين كلها غادي تسيح وما غاديش تنجح معكم الوصفه. لهذا يكون ديال الفران عندكم سخون مزيان. فاش تدخلوا له لي شناك غادي تشعلوا غير من الاسفل، خليوه حتى كتحسوا بانه تنفخ، ونقصوا النار اللي كتكون النار اللي هي متوسطه. الا كان عندكم بطبيعه الحال كيشعل لكم الاسفل الاعلى، الاعلى يكون بحال الشكل تاع الشمعه يعني يكون خفيف، والاسفل يكون متوسط. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوني. هذا هو الشكل ديالها كيف ما لاحظتوا ملي خرجتها من الفرن. دهنوها بشويه ديال الناباج كونفيتور العسل اي حاجه اللي نتوما
وهذا هو الشكل النهائي ديال الشناك اللي حضرت معكم. كنتمنى انني نكون توفقت ولو بالقليل في الشرح، ونكون لبيت رغبه الاخوات. بالنسبه للكميه اللي كنتحصلوا عليها تبارك الله راه كميه اللي هي كثيره، مع العلم اننا هنا راه ما درتهمش صغيورين. اما الا حضرتوا لي ميني شناك كونوا على يقين غادي يخرج لكم هي كميه اللي هي تبارك الله. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ الصحيحه، من الافضل انكم فاش تقطعوهم وما باقيين خضرين ديروهم هكا في شي بلاطو، تغطيو عليهم بلاستيك غذائي ودخلوهم للمجمد حتى كيجمدوا، تجمعوهم هكا في لي زيبلوك ولا في لي بواط. منهم نهار تبغيوهم خرجوهم، خليهم حتى كيخمروا، عاد دهنوهم وطيبوهم. او ممكن انكم طيبوا الكميه كامله غير هو ما دهنوهمش نهائيا، خليهم كيف ما هما، ديروهم هكا في لي بواط ولا في لي زيبلوك واحتفظوا بهم، راه كيبقاو زعما نفس المذاق. كيف ما لاحظتوا راه كيجيو خفاف بزاف، واحد الطبقه اللي كتكون مقرمشه، ما كيكونوش بصراحه بحال الشكل تاع لي بريوش. يعني شفت بزاف ديال الوصفات ديال الشناك ولكن كيكونوا بحال الشكل تاع لي بريوش. هادو راه ما تفرقوهمش على ديال المخابز، ولكن اللذه كتكون افضل بكثير شي حاجه اللي محضراها في دارك، ماشي شي حاجه اللي ما محضراهاش. كنتمنى وصفة اليوم تعجبكم، وإلا عجبتكم وبقيتوا معايا حتى هاد الوقيته من الفيديو، شكرا بزاف على المتابعه، ودمتم في امان الله، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.